في الفيديو ده هنقارن بين اكتر مكانين طلبتوا مني اجربهم وهم كريب 2000 وكريب اند وافل. فتعالوا كده بسرعه نجربهم ونشوف مين فيهم يستاهل نجيبه ومين اللي هنفكس له ونسيبه. هنبدا الاول بكريب اند وافل، وده طلبت منه اشهر حاجتين تقريبا بيعملهم وهم كريب الجوكر والزنجر، ودي برضو اسعارهم عشان لو سالتوني عليهم. قبل اي حاجه الباكجينج عندهم حلو قوي ومختلف عن باقي الاماكن، كمان الكريبايه كانت مليانه واللقمه واخده تحميصه كده محلياها بس مش منشفاها. هم كمان شغالين بخامات نظيفه وحلوه، وده كان باين قوي في طعم الفراخ اللي في الزنجر، ده غير كمان ان صوص الجبنه اللي بيحطوه في الكريب نظيف وده كان فارق قوي في الطعم. وعموما هم الصوصات اللي شغالين بيها اصلا كلها نظيفه. اما بقى كريب 2000 فده برضو طلبت منه تقريبا نفس الاوردر، وجبت كريبايه سوبر كرانشي والثانيه كده رضا. عاملين برضو باكجينج لذيذ للكريب، بس اول حاجه لاحظتها هنا ان اللقمه مختلفه وانشف شويه من بتاعه كريب اند وافل، ده غير ان الفراخ اللي في السوبر كرانشي ما كانتش احسن حاجه وبصراحه ما عجبتنيش. بس اللي عجبني قوي هو كريب كده رضا، يعني بغض النظر اني مش بحب لقمه الكريب تكون ناشفه كده، بس هو الميكس على بعضه كان جميل، ده غير كمان انهم حاطين في الكريب هوت دوج نظيف قوي وطعمه فارق قوي في الكريبايه. ولو هختار مين فيهم احسن بالنسبه لي فانا عن نفسي هختار كريب اند وافل، وده لانه بيقدم كواليتي حلوه بسعر جميل وممكن اروح اكل من عنده كتير. بس برضه ده مش معناه ان كريب 2000 مش حلو، بالعكس ده المكان جميل وعامل كواليتي وبراندنج حلوين، بس اعتقد انه لسه في احلى. هستنى بقى رايكم انتوا كمان في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لي حابين نروح فين اماكن تاني ونعمل بينهم مقارنات.